اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ختام مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز دوري عبورلاند. اليوم الاول تحديدا من الاسبوع الثاني عشر مباراه وادي دجله والزمالك. نشاهد في البدايه بطاقه هذه المباراه. بطاقه مباراه وادي دجله والزمالك جاءت كالتالي: المواجهات 9 مواجهات، لا يوجد اي فوز لوادي دجله واربع فوز للزمالك وتعادل في 5 مباريات. احمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لفريق وادي دجله لعب معه 3 مباريات، لكن في هذا الموسم وادي دجله لعب 11 مباراه، فوز في 4 وتعادل في 3 وخساره في 4 مباريات وله من نقاط 15 نقطه. اما بالنسبه لنادي الزمالك الكابتن محمد صلاح المدير الفني الجديد بالنسبه لفريق نادي الزمالك لعب في الموسم الحالي 7 مباريات نادي الزمالك، فوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتان وليس له خساره حتى الان وله من نقاط 17 نقطه. كابتن ايمن، في البدايه وادي دجله هزيمه المباراه الماضيه من النادي المصري بهدف مقابل لا شيء. كابتن احمد حسام ميدو لعب في مباريات كثيره وعنده ايضا من المرونه التكتيكيه انه لعب في مباريات كثيره 3-4-3 3-5-2 باعتماد 2 راس حربه. عنده الامور كتير ممكن تتغير بالنسبه لتشكيله اليوم، وده بصراحه اللي عاجبني في ميدو. يعني ميدو يعني عنده شخصيه وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها. القصه اللي انا بتكلم فيها دايما ان دايما لازم الفرقه تحضر من ورا كتير للكوره، وميدو بيدي الحريه في دوت. بتفرج على ماتش المصري الاسبوع اللي فات، غالبا في اوقات قليله جدا جدا من المباراه لما تلاقي الديفنس بتاع دجله بيشتت. وانا ده عاجبني ان ميدو بيدي اللعيبه المسؤوليه وبيحملها المسؤوليه معاه، ان انت مش هتستسهل اي حاجه فكل كره تجيلك هتشتتها، لا لازم تلعب تحت ضغط، ولما يضغط عليك لازم تباصي ولازم تشغل الجول، لازم تستغل كل قدراتك ان انت ازاي تخرج بالكره من ورا بهجمه سليمه عشان تقدر تنظم المباراه. ده اللي عاجبني في ميدو نمره واحد، ان هو بيلعب 3 على خط واحد من غير ليبرو. يعني ممكن الناس تقول لك بيلعب 3-4-3 فهو بيلعب ليبرو، لا هو بيلعب خط واحد زي ما الناس كلها بتلعب. صحيح. بيلعب ب3 في وسط الملعب مش ب4، وبيلعب ب2 و2 فراوده اللي هم يعني عافا وصامول افوم وحسام عرفات ومصطفى طلعت، هم دايما اللي بيتحركوا بره الملعب. يعني قليل جدا لما تلاقي صامول افوم بيخرج بره الملعب في دجله، وده اللي بيديهم دايما خطوره. فميدو دايما بيعمل كثافه في كل الملعب بالثلاثه والثلاثه اللي بيلعبوا في قلب الملعب، فهو ما عندوش مشاكل. فرقه المصري كابتن حسام قرا ميدو كويس في بدايه المباراه، لكن هتلاقي الشوط الثاني اختلف خالص، رتم المصري بيقل، ميدو قدر يتحرك وما غيرش سيستم لعبه فقدر يفرض طريقته في المباراه، وكان ممكن يتعادل وممكن يكسب. ده الكويس ان ميدو مش مع اول ضغط ومع اول ارتباك للعيبه او انه دخل فيه جول فيغير في طريقه لعبه ويقول لهم لا ابداوا طفشوا، لا هو فضل مصر على طريقه اللعب، وده اللي عجبني فيه جدا جدا. ان هو حتى في وسط الشوط الاولاني او في الشوط الاولاني وهو مضغوط عليه كانت تلاقيه ما بتطفش، نفس انبي برضه نفس اللعب نفس موضوع انبي، وده بيدي مردود كويس وبيدي اللعيبه ثقه في نفسهم. ان انت بمجرد ما بتخرج بهجمه كويسه ده في حد ذاته نجاح للعيبه. طريقه 3-4-3 كابتن اشرف حلت المشكله الظهير الايمن بالنسبه للكابتن احمد حسام ميدو؟ بنسبه كبيره جدا، يعني حلت له طبعا المشكله، لان يعني هو بيعتمد دلوقتي على سيد سالم ومصطفى طلعت ان هم يقوموا بالشكل ده. يعني هي قريبه شويه من طريقه 5، بس هو بيلعب ب3 فلات كده في خط الظهر، يقفل الخط ده يعني ده اسلوب يعني معظم الفرق الايطاليه دلوقتي بقت بتلعب بالشكل ده. فهو اللي لازم الناس تعرفه ان في الجانب الدفاعي بتلاقي سيد سالم بينزل لتحت ومصطفى طلعت بيقفلوا الحته طرفين الملعب عشان احمد العش مثلا ومحمد انور ومحمود علاء ان هم يشتغلوا في قلب الملعب، وده بتتعمل بشكل عادي طبيعي. يعني عايز يقلب 4 بيرحل محمد انور على حسب شكل الفرقه اللي بتلعب قدامك، وعلى حسب هل الكره معاك ولا مش معاك. يعني لو معاك انت بتلعب في انتشار بشكل سريع على اطراف الملعب من الرباع خط الظهر، اذا كان سيد سالم ومصطفى طلعت بيفتحوا الملعب عشان يقفلوا الملعب بشكل كويس بمساحه الملعب كله، وابراهيم عبد الخالق ومصطفى جلال كانوا بيلعبوا في قلب الملعب، هم الاثنين كوسط ملعب مدافعين او اي واحد فيهم بيقوم بدور البلاي ميكر. النهارده المشكله ممكن يشتغل بيها احمد حسام بوجود حسام عرفات، ان هو حسام عرفات دايما بيلعب ناحيه الشمال. طب ايه رايك نشوف التشكيله اللي هتبدا المباراه؟ هو اللي لغايه لا هطلع لك على الشاشه دلوقتي تشكيله مباراه وادي دجله والزمالك، تحديدا نادي دجله الاول قبل ما اتكلم على الزمالك. اتفضل. تشكيله فريق وادي دجله مع راحه طبعا عصام الحضري حارس المرمى. تشكيله وادي دجله: محمود رضا في حراسه المرمى، محمود علاء ومحمد انور واحمد العش الثلاثي دائما وابدا، مصطفى طلعت في الجبهه اليمنى، سيد سالم في الجبهه اليسرى، ابو بكر دياو وراه ومصطفى جلال
هما الاثنين بالنسبه للاعب الارتكاز. ومحمد هلال، بيبدا بمحمد هلال وحسام عرفات، تحت امامهم عرفه السيد. طب هو غير كده 2 بالظبط، يعني ابو بكر اللي وراه بدل ابراهيم وصامويل افوم خرجوا ومحمد هلال هو اللي موجود. نعم. هو عنده لاعب كمان اسمه ابراهيم نضاي، ده من اللاعبين المميزه جدا، سريع جدا سريع جدا، يعني لعيب كويس جدا، واللاعب بيقدر، عنده حلول في الملعب كمان، يعني بيقدر يتعامل مع الكوره كويس جدا، بصير كويس جدا للمهاجمين. هو هيعتمد على السرعات اللي موجوده عنده، يعني ابو بكر ومحمد هلال عندهم سرعات، هو عايز برضو يحاول ان هو يعمل عمليه الاستحواذ في وسط الملعب. هو عارف ان لعيبه الزمالك بيقدروا ان يعملوا عمليه الاستحواذ، نعم. فعايز هو يجاري الوضع ده بالسرعات اللي تبقى موجوده. ابراهيم عبد الخالق لاعب مميز جدا والكره في رجله، فهو نعم. محتاج برضه سرعات اكبر من اللي موجوده عند ابراهيم، لكن ابراهيم اعتقد هيكون موجود معاه على مقاعد البدلاء، هيحتاجه في وقت من الاوقات ان هو ينزل، يقدر ان هو يتعامل مع الكوره، بيقدر يستلم كويس من خط الظهر ويقدر يسلم الكوره بشكل كويس، نعم. يقدر يعمل عمليه الزياده. ارجع بس لحسام عرفات، دي مهمه جدا، ان ممكن يلعب على، بدل ما حسام عرفات دايما بيلعب ناحيه الشمال على فكره، هي دي عدلته عشان بيخش بيها وبيقدر يشوف. ممكن حسام يميل النهارده ويلعب على محمد ناصف لو ابتدى اللقاء مع نادي الزمالك، هيستغل السرعات اللي موجوده عند حسام على محمد ناصف، بيحب دايما يزيد الناحيه الهجوميه، فممكن يخليه موجود عشان يلعب في ظهر محمد ناصف. دي لازم لو حصل كده يبقى لازم الزمالك يعي الموضوع دوت، لان هتسبب له مشكله كبيره جدا. ماذا قال الكابتن احمد حسام ميدو مع الزميله العزيزه سماح عمار في ليله المباراه، واحده من اهم برامج يعني الاستاد النيل؟ الزميله سماح عمار مع الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن مصطفى طلعت وايضا الكابتن محمود علاء. كان الاختيار السهل ان انا امسك بعد الماتشات دي، لكن انا شايف ان الماتشات دي كانت هتبقى افضل طريقه بالنسبه لي ان اتعرف على الفريق واتعرف على لعيبتي بشكل جيد، لان مفيش حد بيبان غير في المواقف الصعبه، يعني زي ما انت عارفه. احنا الحمد لله يعني انا توليت المسؤوليه في وقت صعب، ولكن زي ما بقول بقى واخد المباريات دي كانها مباريات تحضيريه للدور الثاني. عندنا فتره توقف 46 يوم في خلال كاس الامم الافريقيه، هيتم من خلالها يعني القيام بفتره اعداد مصغره ومباريات وديه، هتكون يعني كانها بدايه الموسم بالنسبه لنا، هو الدور الثاني. فاحنا زي ما قلت من اول يوم ما بننظرش للنتائج في المباريات الاولى، ولكن بننظر لمدى استيعاب اللعيبه لطريقه لعبي ولفلسفتي. وقلت الكلام ده وانا كسبان، يعني في الماتشات اللي احنا كنا كسبانين فيها، وبعد اول مباراه بالذات وقبل اول مباراه. فاحنا بالنسبه لنا لعبنا 3 مباريات استفدنا منهم بشكل جيد جدا. ماتش سموحه او ال3 مباريات كانوا مختلفين، يعني امام خصوم مختلفه باسلوب لعب مختلف، وماتش الزمالك هيبقى ماتش مختلف. احنا بنلعب باسلوب لعب مختلف وبنحاول نطبقه، وبنحاول نحفظ اللعيبه اسلوب لعبنا من خلال الماتشات القويه والمواجهات القويه اللي انت لسه قايلاها. كل فريق بنلعبه بالاسلوب اللي احنا شايفين ان احنا هو ده الاسلوب الصح اللي نقدر نكسبه بيه او نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه. ماتش الزمالك بالذات يعني طبعا اللاعب يعتبر احسن فريق في مصر، فريق اتكون يعني بدري جدا في الموسم، وفريق قوي جدا وعندهم بدائل كتيره جدا، وفريق انا اعرفه بشكل جيد. فان شاء الله يعني هنقدر ان احنا نلعب او هنحاول ان احنا نلعب على نقاط ضعفهم والمشاكل اللي عندهم، وفي نفس الوقت نحاول نوقف عناصر القوه اللي موجوده في الزمالك اللي هي كتيره جدا. فاحنا بنلعب بدون ضغوط، عارفين ان الزمالك عنده الابر هاند، والزمالك هو الفريق اللي عنده افضليه انه يفوز باللقاء، وبنحاول ان احنا يعني نودي المباراه في الناحيه اللي احنا شايفين هي المباراه يعني في الحته اللي هتساعدنا، الحته اللي هتخلينا ان احنا نطلع بالمباراه بنتيجه ايجابيه. الماتشات المهمه الكبيره دي بتبقى انت عايز تلعبها كمان، لان مفيش ضغط عليك، الضغط عليهم هم مش علينا احنا. انت بتحاول تعمل ماتش كويس، ربنا يكرمنا، بتحاول تعمل نتيجه كويسه. انما لما بتلعب ماتش زي ما بيقولوا افيلبل او في متاح بالنسبه لك، انت لازم تكسب او كده، بيبقى بالعكس انت تبقى مضغوط اكتر. فاحنا مش مضغوطين ولا حاجه، احنا ان شاء الله نحاول نعمل ماتش كويس، نتمنى ان شاء الله نكون في يومنا وفي حالتنا ونعمل نتيجه ايجابيه ويكون في صالحنا يعني الماتش ان شاء الله. المباراه صعبه على الزمالك وعلى دجله، مباراه طبعا مفتوحه جيم. اعتقد احنا كلاعيبه بنحب مباريات زي مباراه الاهلي والزمالك، تحس ان اللعب فيها مفتوح، اللعب فيها احنا مستمتعين بيه.
فطبعا بتبقى المباراه صعبه، لكن احنا كلاعيبه نبقى وصلنا لدرجه ان احنا خلاص دلوقتي معانا مدير فني كبير زي كابتن ميدو بنقدر ننفذ تعليماته، وطريقه اللعب احنا مستمتعين بيها، فده فارق معانا. ولما تكون انت جوه الملعب ومستمتع بطريقه لعب انت بتلعبي بيها ومقتنعه بيها، فبتبقى حاجه كويسه بتقدر تطلعي كل اللي عندك، خاصه لما تلاعب فرقه كبيره زي نادي الزمالك وتقدر تنفذ عليها طريقه لعب معينه انت بتحاول تنفذها على اي فرقه في الدوري. كان هذه تصريحات كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجله، والكابتن مصطفى طلعت، وايضا كابتن محمود علاء لاعب فريق وادي دجله. السؤال للكابتن ايمن، هل راحه عصام الحضري في مصلحه فريق وادي دجله وفي مصلحه عصام الحضري؟ النقطه الثانيه، هل ترى ان هذه تشكيله دفاعيه بعض الشيء وتحفظيه في وجود ابراهيم نداي على دكه البدلاء وايضا سامو الافوق؟ بالنسبه للحضري يعني ما اعتقدش ان دي كانت المباراه المناسبه ان هو يريح. يعني المباراه محتاجه خبرات، محتاجه حد يتكلم من الخلف، لان عصام بيمتلك من الخبرات اللي يقدر يقود بيها خط دفاع، ووجوده في حد ذاته في مباراه كبيره زي مباراه الزمالك بيدي اللعيبه ثقه. فانا مش مع ميدو في موضوع الحضري، لكن التشكيله دفاعيه ميدو متحفظ غير المباراه اللي فاتت. يعني يمكن عدم وجود صامويل افوم ابراهيم نداي لا ابراهيم نداي ما كده ما بيلعبش، يعني ما بيبداش، لكن ابو بكر ديارة بدا المباراه اللي قبل اللي فاتت. ابراهيم عبد الخالق لعب المباراه اللي فاتت. اعتقد ان ابراهيم ديارة كان موقوف ممكن او مصاب، لكن يعني ابو بكر ديارة يعني اقوى من ابراهيم دفاعيا. عدم وجود صامويل افوم وجود محمد هلال بيديك ايحاء ان هو لعيب كويس، لكن مش زي صامويل افوم، مش زي ما كان بيلعب عرفه السيد وصامويل افوم على خط واحد في الودين، فبتبتدي تهاجم باثنين سترايكر وبتضغط على الفرق اللي قدامك فبتستغل ده. لكن النهارده متحفظ، يعني في فرق بين المباراه اللي فاتت والمباراه دي. نعم، نفس السؤال كابتن، مع الرغم ان الكابتن احمد حسام ميدو في الثلاث مباريات اللي لعبهم، مباراه تعادل ومباراه خساره ومباراه فوز، ما كانش بيلعب كله، كان بيلعب اللعب كله مفتوح، لكن ذكر في التقارير انه بيلعب نادي كبير وهم الاقرب للفوز فريق نادي الزمالك. يعني هو طبعا هو بيتكلم على انه عارف امكانيات لعيبه نادي الزمالك، لكن الكره ما فيهاش كده. ممكن يكون بيقول كلام كده في عمليه تمويه، لان هو اكيد هو عايز طبعا يكسب المباراه وعايز يلعب يأدي بشكل كويس، هو بيلعب بتكتيك مختلف غير اللي موجود هنا في مصر. يعني بيلعب بقول لحضرتك الثلاثه الفلات اللي بيلعبوا. حتى كمان انا عجبني محمود علاء بيقول ان هم مبسوطين من شكل ادائهم والتكتيك اللي بيتعمل او طريقه اللعب اللي بتتعمل، فدي حاجه كويسه. يعني هو نجح انه يوصل لهم دي، بس هل هتنجح انت في ادائك في اللقاءات مع كل الفرق ولا لا؟ نعم. فهو برضو احمد حسام اخد من الكلام اللي قاله وانا معاه فيها 100%. انت بتلعب على امكانيات الفرق اللي انت بتلعب قدامها. صحيح. مش ما انا ممكن العب بطريقه لعب معينه مع كل الفرق بس اخسر. فانت لازم تعرف قوه المنافس اللي بتلعب قدامه عشان صحيح. تقدر تتعامل معاه في اللقاء. نعم. التغييرات اللي عاملها تغييرات اعتقد ممكن تكون ايجابيه، لان زي ما قلت لحضرتك هو محتاج سرعات في ادائه في المباراه النهارده. لازم يحاول بقدر الامكان ان هو يوصل لعمليه استحواذ في وسط الملعب، لان دي مهمه جدا. ان اي فريق يقدر يبقى عنده قدره على الاستحواذ في وسط الملعب هو بيبقى ليه الغلبه. محمد هلال يكون ثالث في وسط الملعب؟ ممكن. ليه لا؟ لا ممكن. مصطفى طلعت ممكن ليه لا؟ يعني بص هو مدي، خد بالك برضو الرباعي اللي بيلعب في وسط الملعب اللي هو سيد سالم ومصطفى، اصل انا مش هحسب سيد سالم كمدافع هو مصطفى طلعت. انا بحسبهم مدافعين في الوقت اللي بيفقدوا فيه الكوره. وادي دجله مش معاه كوره، اقول لك ان هم مدافعين وكل اللعيبه هتبقى مدافعه في الوقت ده، لان مفيش في كره القدم دلوقتي مفيش لاعب بيهاجم بس ومفيش لاعب بيدافع بس. صحيح. الفرقه كلها بتهاجم والفرقه كلها بتدافع بس. التمركز السليم لكل لاعب في الملعب هو ده التوظيف بتاع المدرب، ازاي يوظف اللاعب في المكان اللي هو محتاجه فيه وفي لحظه فقدان الكره ولحظه لما تكون الكره تبقى موجوده معاه. خبر يخص طبعا شركه برزنتيشن وتوقيع العقود مع فريق وادي دجله لمده 4 مواسم قادمه في الدوري المصري الممتاز، وانهاء حاله الجدل تماما التي كانت موجوده في فريق وادي دجله، هل سيذيع المباريات ام لا يذيع المباريات. هذا طبعا توقيع برئاسه طبعا الاستاذ محمد كامل وايضا الاستاذ عمرو وهبي متواجد في هذه الصوره، ومحمد شيحه واسلام شكري متواجدين طبعا في الصوره بالنسبه لتوقيع مع وادي دجله، وايضا الكابتن حازم خيرت توقيع عقد لمده 4 مواسم، وانتهت مشكله البث نهائيا بين طبعا الشركه الراعيه شركه برزنتيشن وشركه طبعا وادي دجله او فريق وادي دجله. الف مبروك لنادي وادي دجله وايضا الف مبروك لشركه برزنتيشن. ناتي الى تشكيل فريق نادي الزمالك في لقاء اليوم.
احمد الشناوي في حراسه المرمى، والناحيه اليمنى حسني فتحي، الناحيه اليسرى محمد ناصف، كل من علي جبر يعود مره اخرى لقلب الدفاع مع محمود حمدي. ثلاثي خط الوسط كل من طارق حامد ومعروف يوسف وابراهيم صلاح، امامهم ستانلي وشيكابالا، تحت راس الحربه باسم مرسي. تغيير عن المباراه السابقه وانباء عن مغادره محمود جنش لمعسكر الفريق بعد ان فوجئ بعدم مشاركته في هذه المباراه بعد ان شارك في المباراه الماضيه امام المقاولون العرب. هي تشكيله فريق نادي الزمالك. كابتن ايمن، تغييرات. اول حاجه جنش، موضوع جنش غلطان ده. يعني تلعب او ما تلعبش دي حاجه بتاعه الجهاز الفني من واحد، لكن الغلط في ان انت تسيب المعسكر وتمشي. نعم. يعني انت لاعب كره محترف، فانت مش من حقك باي شكل من الاشكال مهما كنت زعلان. يعني انا مع ان جنش يلعب، لان هو الفتره اللي فاتت كويس، وهو اللي بيدخل في كل المواقف الصعبه، هو اللي بيخش يشيل وكل حاجه، لكن في برضه حدود لان انت تسيب معسكر. بالظبط، الاعتراض في حدود الاعتراض، ما ينفعش تسيب معسكر فرقتك وتمشي. صحيح. فيعني هو بيخسر نفسه حق الناس بتسانده فيه. نعم. ان انت المفروض تبقى موجود، المفروض تلعب، المفروض تاخد بشكل اساسي. لو انت مكان الكابتن محمد صلاح ترجع علي جبر يلعب اساسي في المباراه، ولا تبدا تشكيله المباراه الماضيه وجود احمد ودار وتخلي علي جبر على دكه البدلاء وتدي له 10 دقائق وهو ما لعبش المباراتين السابقتين؟ لا، هخلي طبعا، هفضل بلعب باللي بلعب بيهم، وعلي يخش واحده واحده لو في تعديل في خصوصا ان الزمالك كسبان ومؤدي كويس في مباراه المقاولون، فان انت تغير، خصوصا الموقف ده البوزيشن ده حساس. كابتن اشرف يقول لك فيه اكتر مني بكتير، يعني ان انت بتغير في قلب الملعب دي كتير، في الوضع في حد ذاته بيبقى حساس جدا، خصوصا في قلب الملعب وحراسه المرمى. لكن بقيه الفرقه ممكن تغير فيها زي ما انت عايز، لكن لا. قلب الملعب يعني نادرا جدا ان انت تغير فيه. اخد رايك كابتن اشرف. بص، هو المفروض على المدير الفني ان هو بيحافظ على الهيكل الاساسي للفرقه، الهيكل الاساسي اللي احنا دايما بنقول عليه بلغتنا، يعني اللي هو العمود الفقري بتاع الفرقه. تمام. اللي هو حارس المرمى، قلبي الدفاع، لاعب خط الوسط، والمهاجم. يعني المراكز دي مهم جدا ان انت تحافظ عليها ويبقى ليها استمراريه في الملعب اكتر من اي مركز تاني. يعني التغييرات او طريقه عمليه التدوير اللي احنا عمالين نقولها كل شويه دي، اللي هي كل الناس بقت بتقولها بلازمه وبدون لازمه، بقت غريبه جدا. مفيش حاجه اسمها كده. يعني انت عمليه الروتيشن او التدوير اللي كله بيجري عليها دي ليها ضوابط، مش في اي وقت. يعني مع احترامي الكامل طبعا، احمد الشناوي لاعب حارس مرمى رائع جدا، ومن احسن حراس مرمى اللي في مصر. لكن جنش، لو انت يعني انا طبعا جنش اخطا خطا كبير جدا في ان هو يترك المعسكر ويمشي، مش عارفين ايه ظروفها. لكن لو تيجي تفكر فيها بشكل منطقي، هو ما كانش عارف انه مش هيلعب. ودي غلطه. يعني انت لو انت هتعمل عمليه الدور، كل حارس مرمى هيلعب مباراه، يبقى لازم كانت الامور تبقى واضحه للحارسين اللي بيلعبوا بشكل اساسي. نعم. عشان ما تحطش في موقف زي نعم. ده. نعم. الغلط بقى الاكبر على جنش ان هو لما عرف وخد القرار ده والموقف انه مشي. لا، انت تقعد وبعد المباراه تبتدي تحل المشكله، تتناقش فيها. نعم. انت ايه اللي حصل، او كن لازم تقولوا لي او تعرفوني ان انا اكون بره. وهو على فكره جنش من اللعيبه او من حراس المرمى لما بيتقال له انت مش هتلعب ما بيزعلش. فالامور لازم تبقى واضحه. انا مع التثبيت. يعني ارجع تاني، الهيكل الاساسي للفرقه المدافعين، لازم يبقى فيه استقرار في المدافعين. وعلي جبر لو انت بتقول يخش او لا، طب ما هو دار كان بيأدي بشكل عادي كويس في المباريات اللي فاتت. ما انت لو كل لاعب هيغلط غلطه يبقى انت هتغير كل اللعيبه بقى. طب انا عايز سؤال. لا، الاجابه انا عايز الاجابه على السؤال. لو انت حضرتك مكان كابتن محمد لا، كنت هكمل بدودار. لا، ما هو انا حتى لو كان جبر اساسيا من مباراتين ثلاثه مش مشكله، ما هو جبر كان بره. لكن انا برضو بقول لحضرتك، هي المشكله العمود الفقري بتاع الفرقه لازم يكون في استقرار فني، لازم يلعب. وخصوصا المنطقه اللي ورا دي لازم اللعيبه تبقى فاهمه بعض. مش كل مباراه 3 مباريات اتغير العمود الفقري ده في 3 مباريات. ما ده اللي انا اقصده. عشان كده تلاقي في نوع من التذبذب في مستوى المجموعه. صحيح. ده الواحد لما كنا بنلعب يعني من زمان جدا، كنت بتلعب لك مثلا من ال 28 مباراه تلعب لك 26 مباراه، انت بتطلع وانت مش تقليل من اللي بره، لكن في استقرار. اللعيبه بقت كلها فاهمه بعض، التحرك ازاي، طريقه الكلام مع بعض ازاي. صحيح. طب ما هو السنه اللي قبل اللي فاتت لما نادي الزمالك خد الدوري، المدافعين ما كانوش بيتغيروا. كان كوفي وعلي جبر هم اللي بيلعبوا. اوروبا كلها بتتغير.
ها؟ ما فيش حد كلها بيغير بالاصابه بس بتغير امتى؟ الإصابات. لو في حدود اذا كان في اصابه ايقاف او اي حاجه من دي او مباراه او بطوله ثانيه او الكاس او بالظبط. كاس الاتحاد. مفيش هنشاهد بس الكابتن محمد صلاح قال لي قبل هذا اللقاء معه الكابتن دونجا وايضا الكابتن محمد مجدي لاعب فريق الزمالك. دي مهمتنا كابناء نادي الزمالك، ان احنا في اي وقت النادي عايزنا او سياده المستشار طلبنا لازم نكون متواجدين. هي مش مهام صعبه يا سماح بامانه، يعني هي ده نادي الزمالك يعني بتاع بطولات، لعيبه كويسه، اداره كويسه، مجموعه لعيبه سياده المستشار جايبها على مستوى عالي جدا من الاخلاق ومن المهارات الفنيه. ولكن الكوره زي ما حضرتك عارفه ساعات بتقفل وساعات بتبقى مفتوحه زي امبارح يعني الحمد لله. ولكن انا بطمن الجماهير وسياده المستشار ان الثقه دي ان شاء الله نكون عند حسن الظن بيها، وان اللعيبه عندها اصرار انها تعمل حاجه لنادي الزمالك. وده اللي مخليني انا كاي مدير فني وانا منهم ان احنا نكون مرتاحين واحنا بنمرن هؤلاء اللاعبين. الزمالك دايما مدرسه الفن، فجماهير الزمالك عندها ذوق ان ممكن تكسبي وانت مش لاعبه كويس بتزعل شويه، والعكس صحيح. وده اللي قال لنا سياده المستشار عليه، ان الجماهير لما بتحس انت عملت اللي عليك ولعبت كوره كويسه بعد كده ما بيهمهاش النتيجه، ولكن في المقام الاول والاخير بيهمنا النتيجه. فاحنا نتمنى ان نعمل معادله ان احنا نلعب كويس ونكسب، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى والناس كلها والجهاز واللعيبه عملناه امبارح. ان شاء الله نحاول نكرره تاني عشان نبسط الجماهير ونكون في الصداره ان شاء الله. الناس بتلعب قدام الزمالك غير ما تلعب ضد اي حد تاني، لان احنا عندنا مهمه واحده بس، احنا عايزين نكسب، او بنبقى عندنا اصرار احنا عايزين نكسب. الفرقه الثانيه يا اما تتعادل يا اما تكسب، المهم يبوظ اي حاجه على نادي الزمالك. ولكن انا بطمن الناس بالرجاله الموجوده عندنا في نادي الزمالك، اللعيبه ان شاء الله هنعدي المرحله دي، وهم عارفين ان كل مباراه صعبه زي الكاس بالظبط. عايزين نكسب الماتش ده وبعدين نعدي الماتش الثاني ونشوف ماتش بماتش، بدليل ان طنطا صعب، التعدين كان صعب، وخاصه الفرقه دلوقتي كلها الحمد لله متساويه في المستوى. وزي بقول لحضرتك بتيجي تلعب قدام الزمالك بقوه تانية او بمجهود زياده، وده بيعمل ضغط، بس ضغط ايجابي على لعيبه الزمالك ان هم عايزين يكسبوا. طبعا كابتن ميدو مدرب كبير، ودجله طبعا منظومه كويسه وماشيين على سيستم واحد، بيعرفوا يجيبوا لعيبه كويسه، بيعرفوا يجيبوا مدربين فنيين على اعلى مستوى. فالكابتن ميدو طبعا مدرب كبير، واكيد عامل لهم شكل الفتره اللي فاتت، وعامل ماشي باسلوب كويس. وان شاء الله تبقى احنا عندنا ماتش وادي دجله زي اي ماتش بالنسبه لنا، فلكن لازم نتعب اكتر وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. طبعا مباراه قويه جدا جدا، لان وادي دجله جاي من خساره من المصري، واحنا كنا كسبانين امبارح المقاولين. وطبعا مباراه قويه جدا، جهازهم فني على اعلى مستوى، كابتن احمد حسام ميدو، واحنا طبعا معانا جهاز كويس جدا، كابتن محمد صلاح وكابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن عبد المقصود. وان شاء الله باذن الله تكون مباراه كويسه، وطبعا ان شاء الله باذن الله اتمنى الفوز للزمالك ان شاء الله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبشكر الزميله سماح عمار طبعا واجراء هذا الحوار مع الكابتن محمد صلاح ولاعبين الزمالك. هل التشكيله الامثل بالنسبه للكابتن محمد صلاح غير التشكيله في مباراتين؟ مباراه المقاولون لعب بنفس التشكيله، عاد طبعا كان مايوكا مكان باسم مرسي، وقلنا طبعا احمد وداركا مكان علي جبر. هو الكابتن محمد صلاح اكتشف طلاسم خط الوسط ولعب ب 4-3-3؟ هو الانسب للزمالك، لان هو كان موجود الكابتن محمد مع مؤمن لما كانوا ناجحين كده. فهو شايف ان نادي الزمالك محتاج دايما ان يبقى عندك 3 في وسط الملعب عشان يقللوا الضغط الدفاعي على ستانلي وشيكابالا او ايمن حفني، ايا كان الثلاثه اللي موجودين قدام. اديهم الحريه ان هم يبقى عندهم قوه بدنيه يقدروا يستغلوها في مساحه صغيره جدا، وهو ده اللي كان منجح الزمالك. لو لقيت اتفرج على شيكابالا المباراه اللي فاتت، المسافات اللي هو بيجري فيها كل ما قلت كل ما شيكابالا بيبقى اخطر. اللعيبه المهاريه اللي هي بتمتلك من الجزء البدني 30 او 40 او 50%، كل ما بتريحها وكل ما بتديها مهام قليله شويه كل ما بتنجح في الادوار الهجوميه بتاعتها. وده اللي رجع كابتن محمد صلاح يعمل، ان هو بيلعب ب3 قدراتهم الدفاعيه كلها هايله، اللي هو معروف وطارق وابراهيم، ال3 اهم حاجه عندهم. معروف يعني بالظبط، عاده معروف القدرات لا معروف بيدافع كويس. يعني معروف كله مثل ان هو راجل بيدافع كويس. مش ابراهيم صلاح الناحيه الثانيه مثلا، لا بس بيدافع كويس، وهو بيباصي كويس، يعني هو راجل بصير كويس. لكن هو ادواره الهجوميه بتبقى نادرا جدا. لكن فعشان كده بيوفر عليهم المجهود اللي هم بيبذلوه، ان هو بيجري مثلا في مساحه 50 متر.
فبيجري في مساحه 20 او 25 متر. نعم. زي مصطفى فتحي لما بينجح امتى؟ بينجح لما بيلعب في 10 متر او 15 متر اللي هم الاخار، صحيح. اللي هو بيروح واحد على واحد وبيعرف يفنش كويس وبيعمل اسيست كويس. نعم. شيكابالا وايمن حفني وستانلي ومصطفى تنجحهم قوي لما تديهم ادوار دفاعيه قليله، لكن هتديهم جزء من الادوار الدفاعيه، ده مش هيغنيهم او هيشيل عنهم الجانب الدفاعي في الفرقه عشان ما يقابلش عبء في نص الملعب. نعم. لكن هيبقى عندهم جزء قليل نعم. عشان تفرغهم لان هم يهاجموا كويس. نعم. شعور شيكابالا باريحيه بعدم وجود ايمن حفني في المباراه السابقه، وخاصه ان شيكابالا هو مركز بناء الهجمات بالنسبه لنادي الزمالك؟ لا، هو شيكابالا لما بيكون ايمن حفني موجود بيشيل عنه شويه على فكره، مش عدم وجوده. لان بيبقى برضو الفرق اللي قدامك بتبقى عامله حساب ايمن حفني وعامله حساب شيكابالا، فالادوار بتبقى متوزعه على الاثنين اللعيبه المميزين في فرقه الزمالك. قصدي في المساحات. المساحات طبعا في المساحات وفي استقبال الكوره والضغط اللي عليه والحاجات دي كلها بتبقى موجوده. لكن انت لو حضرتك جيت بصيت على تشكيله نادي الزمالك، الثلاثي اللي بيلعب قدامه هو هم الثلاثه اصحاب الهدف الثالث في مرمى المقاولين المباراه الاخيره. صحيح. يعني تحس ان في تناغم ما بينهم في الكره اللي زي دي، فممكن يكون الدفع بيهم في المباراه زي دي اهي الهدف قدامنا اهو. تحس ان في نوع من التفاهم بينهم. انا مع كده، يعني انا مع المجموعه اللي بتبقى في نوع من التفاهم كبير وبيستمر التفاهم بمجرد حتى النظر من غير الكلام ولا الصوت ولا اي حاجه، ولا ان انت تنادي على زميلك يعني. عشان كده انا بنادي ما دام في استقرار في المنطقه الهجوميه، لابد من الاستقرار في النواحي الدفاعيه كمان، دي مهمه جدا. صحيح. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على معروف يوسف وطارق حامد وابراهيم صلاح الثلاثي اللي بيلعبوا في وسط الملعب. طيب احنا بنتكلم دلوقتي معروف يوسف وجوده هنا، حضرتك بتقول ان هم عنده النواحي الدفاعيه اقل شويه، هو موجود في المكان ده عشان لمساعده محمد ناصر. لو في زيادات على محمد ناصر هو لازم يكون موجود معاه قدامه برضه زي ايام جوزوالدو فيريرا. لازم هو بالظبط كده. ما هو انت تلعب، انت لازم تعرف قدرات اللاعب اللي معاك. القدرات اللاعب اللي معايا معروف يوسف عنده قدرات دفاعيه، هقول لك محدوده، هقول لك 50% دفاعيه، لكن عنده ناحيه هجوميه تبقى كويسه برضه، بيقدر يسدد من خارج منطقه ال 18، بيكمل ساعات في النواحي الهجوميه بشكل كويس. لكن وجوده هنا عايز يدي فرصه لمحمد ناصف للزياده في المنطقه الهجوميه علشان الكرات العرضيه للناس اللي هتبقى موجوده اذا كان ستانلي او باسم. فلو محمد ناصف طار لقدام عشان يعمل الكلام ده، فهيبقى عندك فيه مساحه كبيره اللي انا بقول لك عليها. لو حسام عرفات لعب فيها هتبقى مشكله لنادي الزمالك. فلو هو محمد ناصف زاد وفضل موجود معلق نفسه حسام عرفات، مين اللي ممكن يملى المنطقه دي؟ معروف يوسف. لا. فهو لازم يفكر بالتفكير ده للسيناريوهات اللي ممكن تحصل داخل المباراه. من خلال هو عايز يلعب بشكل هجومي، يبقى لازم يستغل محمد ناصف وحسني فتحي بالسرعات اللي عند حسني والكرات العرضيه. ونفس الوضع بالنسبه لمحمد ناصف عشان يوصل لمنطقه وسط منطقه ال 18 لفرقه وادي دجله عشان يعمل الكرات العرضيه. لكن في نفس الوقت لازم يبقى في تامين دفاعي. مش عايزين نعمل يعني نادي الزمالك لو عمل زي النهارده زي فرقه المقاصه هيخش فيه اهداف، فلازم يبقى فيه تامين دفاعي كويس عشان تقدر تشتغل النواحي الهجوميه. طريقه ثلاثه كابتن في المباراه الماضيه مع جوزوالدو فيريرا كان بيكون الثالث يا اما احمد توفيق يا اما عمر جابر، وخصائص احمد توفيق وعمر جابر مختلفه تماما عن ابراهيم صلاح. كان متواجد معروف يوسف دي ابراهيم صلاح، ما عندك رمزي خالد على الدكه ممكن لو عايز تلعب بثلاثه، عندك احمد رفعت لو عايز تلعب بثلاثه، ويكون ما عندك طارق حامد. ابراهيم صلاح عنده امور دفاعيه اكثر منها الهجوميه. طبعا. طب ليه اشمعنى ابراهيم صلاح لو انت عايز تلعب بثلاثه؟ عشان تفرغ الشيكابالا او ستانلي والناس اللي قدام ان هم يأدوا دورهم الهجومي 100%. انت مش طالب منهم اكتر من كده. التفنيشه اللي بيفنشوها على الجول عشان تاخد منهم في كل هجمه كوره خطيره، لازم يبقوا على الاقل 80% فت في كل كوره. لكن انت لو رجعت شيكابالا عشان يدافع ورجعت ايمن عشان يدافع ورجعت ستانلي مش هتلاقيهم خلاص استهلكوا بدنيا، فمش هيقدروا يكملوا الدور الهجومي بتاعهم، فكل هجمه للزمالك مش تبقى خطر. انت بتلاعب ابراهيم عشان يشيل هو وطارق، مع ان معروف ليه دور دفاعي كبير، فده هيوفر زي ما قلت لك الناحيه الهجوميه للثلاثه. ده مش اكتر ولا اقل. لو في مباراه واحده اقول لك تمام ممكن تمام. عشان اعمل حساب لو دجله، لكن عملها في مباراه المقاولين وعملها في مباراه اليوم. انت عشان تفرخهم مش اكتر ولا اقل. لو لعبت باحمد رفعت، احمد رفعت نفس القدره، رمزي نفس الموضوع، بيهاجم كويس، عنده 50 و50 او 60 و40، لكن ابراهيم عنده 100% بيدافع كويس. لو طلع في واحده بتبقى طفره او تبقى نادره انه يطلع يهاجم مره. لان ابراهيم مش بتاع واحد على واحد او يطلع عشان يزق الكره عشان يعمل بالعرض من ناحيه اليمين، ده ما بيقدرش يعمله ابراهيم. ده كان ممكن يعمله احمد توفيق، يعمل عمر جابر، الاثنين عندهم ده كويس. لكن ابراهيم راجل معروف ان هو راجل ديفندر كويس قوي، بيقطع كويس، فبيوفر المجهود البدني بتاعه للناحيه الدفاعيه. واحده من مميزات وادي دجله انه بيضغط، او كابتن احمد حسام ميدو في طريقه 3-4-3 ان هو بيضغط
من الامام. هل ممكن تربك حسابات نادي الزمالك؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل طريقه 3-4-3 ممكن تقابلها حد عنده اطراف يشتغل كويس؟ طبعا. هو البدايه احمد حسام لعب بالشكل ده عشان يعمل عمليه الضغط من قدام، ما هو مش هيلعب كده ويرجع يقفل في نص ملعبه. صحيح. مش هتبقى 3-4-3. مش يعني لو لعب في وسط ملعبه مش هتبقى كده، بس هتبقى اللياقه 5-3. البدنيه لازم اللياقه البدنيه تكمل معاه 90 دقيقه. ما هو انت ما فيش فرقه في العالم هتضغط ال 90 دقيقه، انت بتقسم المباراه، ده ممكن تضغط دقيقتين وترجع تشتغل من تحت تاني وبعدين دقيقتين تاني على حسب برضو الفرقه اللي بتلعب قدامك. ما هو كلمه ضغط هجومي من الثلث الاولاني ليك اللي هي بدايه من باسم وستانلي وشيكابالا مثلا بالنسبه لنادي الزمالك، وهتبتدي من حسام عرفات وعرفه السيد ومحمد هلال من نادي وادي دجله. طب هم هيعملوا كده؟ طب لو انت عندك بقى امكانيات في خط دفاعك ان انت بتقدر تطلع الكوره صح، التمرير من تحت بشكل منظم، عمره ما هيقدر يضغط تاني. لكن لو انت حاسس ان في توتر في دفاعات الفرقه اللي قدامك، يبقى لازم تضغط عليهم بشكل مستمر، لان هتسبب اخطاء، تقدر تقطع كوره ممكن تجيب هدف على الفرقتين على فكره، يعني مش فرقه وادي دجله بس ولا فرقه الزمالك بس. لكن الامور بتتحسم من امكانيات اللعيبه اللي قدامك. صحيح. ما في لاعب انت بتضغط عليه لكن هو بيبقى لعيب تقيل، بيمسك الكوره بيمرر الكوره حتى لو بيلعب تحت ضغط. كلمه بيلعب تحت ضغط يعني ايه؟ ان مهما يتعمل عليه عمليه الضغط لكن هو عنده ثبات انفعالي في الملعب، بيقدر يستلم الكوره، بيمرر حتى لو اللاعب بيعمل عمليه الضغط بشكل صحيح. مستمر. صحيح. هو ده اللاعب اللي بيبقى انت محتاجه في فرقتك. لكن اللاعب اللي انا همسك الكوره اول ما يتعمل عمليه ضغط اروح مطلع الكوره واللي قدام طويله، دي انا بلغي وسط الملعب دي. ده مش صح. دي مش في الفرقه الكبيره. الفرقه الكبيره لازم يبقى التمرير بدايتها من خط الظهر لوسط الملعب علشان توصل لخط الهجوم بشكل فيه ارتياحيه. كابتن ايمن، نمشي مع بعض واحده واحده. الكوره مثلا مع محمود حمدي او من علي جبر، هينزل طارق حامد هيستلم ولا ينزل ابراهيم صلاح يستلم؟ ومين اللي يبدا الهجمه من خط الوسط فريق نادي الزمالك؟ طارق حامد. طبعا. يسلمها عشان تزق. تنزل شيكابالا تحت، هينزل مع طارق، ينزل شيكابالا مع تحت. لا مش هينزل شيكابالا، هينزل يعني في اوقات قليله جدا من المباراه. لو شيكابالا نزل ودايما بيستلم وهو ظهره للخصم او ظهره للجول بتاع وادي دجله، هيبقى عنده صعوبه، وكل ما بيبعد عن مناطق الخطوره بتاعه دجله شيكابالا هتلاقيه عنده مشكله. 30 متر دول يعني مين اللي هينزل؟ ستانلي يعني اوقات كتيره من المباراه يعملها ستانلي، او معروف يعمل حلقه الوصل. هو معروف يعني انا قلت لك معروف راجل بصير كويس، بيبص كويس، فهو اللي ممكن. طارق حامد ما بيعرفش يعملها ولا ابراهيم صلاح بيعرف يعملها بصراحه. ما هو معروف بيعمل كده. لا معروف بيعمل كده ان هو راجل بصير كويس، هو الراجل بيحضر في نص، يعني نادرا جدا لما تلاقي معروف الكره بتجيله في المناطق الخلفيه لنادي الزمالك وبيطفش. دايما بيطلع الكره عنده بص سليم، فهو اللي ممكن يعمل دي. ممكن ستانلي ينزل شويه، ممكن شيكابالا ينزل شويه، لكن مش معظم اوقات المباراه. لو ستانلي وشيكابالا بعدوا عن باسم، نادي الزمالك هيبقى قليل جدا جدا وصوله للجول، فهيعمل مشكله. لان زي ما قلت لك ميدو النهارده بيكثف وسط الملعب كتير، خصوصا صحيح. انه عايز يلاقي، يعني هو بيلاعب حسام عرفات ومحمد هلال، لو خرج سامو لفهم ليه؟ عشان هلال يلعب على نصر زي ما كابتن اشرف بيقول، وحسام عرفات يلعب على حسني، لان الاثنين بيطلعوا يهاجموا كتير جدا، فلازم اثنين يقابلوهم، فعشان كده خرج سامو لفهم. لو بيلعب بسامو لفهم هتلاقي دايما واحد من الاثنين، محمد ناصف او حسني، هتلاقيهم فاضيين، فهيخرجوا سهل من ورا. عشان كده ميدو مش عايز نادي الزمالك يخرج الكوره سهل من الخطوط الخلفيه. عايز يبعدهم عن دايما مناطق الخطوره بتاعه دجله. كابتن اشرف، خد بالك اللي بينزل يستلم هو دايما اللاعب اللي بيبقى فاضي مش ممسوك من حد يعني. فالثلاثي دول عندهم القدره على كده، يعني هتلاقي في ساعات طارق حامد هو دايما بيبقى هو المنوط بالموضوع ده، ان هو بيعمل عمليه الوصل ما بين المدافعين ووسط الملعب او المهاجمين. وساعات برضو ابراهيم صلاح، يعني طارق حامد ساعات بياخد اللاعب وبيطلع بيه بره عشان ابراهيم هو ينزل يستلم. هو افضلهم كان دونجا. هو دونجا عشان بيستلم، هم الثلاثه على فكره شبه بعض يعني. برضه احنا مش عايزين نقول يعني هو دونجا بيطلع التمرير بتاعه بشكل سليم اكتر بالظبط. وعنده برضه هي الميزه دي موجوده عنده عند طارق، ان بيطلع كره حتى الكرات الطويله بتبقى فيها دقه شويه. هي مهم جدا ان انت حتى الكرات الطويله اللي على الاجناب الملعب انها تروح للاعب بشكل فيه دقه عشان يقدر يتعامل مع كوره ما تبقاش طويله زياده عن اللزوم ولا في ظهره، لان الزياده بتاعت ناصف وحسني فتحي محتاج ان هو يقابل الكوره في نقطه معينه،
فدي بتبقى محتاجه دقه في التمرير. طارق وكان دونجا كان بيقدروا يعملوها، وابراهيم صلاح بيعملها برضه في اوقات، بس ابراهيم عشان بعيد مش ما بيلعبش بشكل مستمر، هتلاقي برضه عنده التمرير والاحساس بتاع الكوره برضه لسه مش زي الاول. لعبت واحد يمين ولعبت واحد شمال، هتديله الامور يعني. لا هو خد بالك هتلاقي في اوقات برضه طارق حامد هو اللي بيلعب ناحيه اليمين وابراهيم صلاح اللي جوه يعني. لكن دايما هتلاقي معروف يوسف هو اللي دايما مايل ناحيه الشمال اللي هي في المنطقه بتاعت محمد ناصف، علشان يتعامل هما الاثنين هيخلقوا جبهه لوحدهم مع بعض هجوميه ودفاعيه. يعني لما هتلاقي معروف يوسف برضه بيشتغل تحت ستانلي في اوقات كتير، لكن في لحظه محمد ناصف لما يطلع يشتغل في الناحيه الهجوميه لازم معروف يوسف يكون ثابت، لان هتبقى كارثه لو محمد ناصف طالع ومعروف يوسف طالع وستانلي طبعا الطبيعي انه بيلعب قدام. هتلاقي الحته دي هتبقى فيها فرق، حتى لو في ميل من محمود حمدي وعلي جبر هتلاقي برضه في منطقه هتبقى فاضيه، ما هم مش هيحاولوا يخلقوا مساحات لفرقه وادي دجله. ستانلي وشيكابالا هتلاقي معظم الوقت شيكابالا هو اللي بينزل بحكم بالفطره، يعني هو بيحب ينزل ياخد الكره من تحت عشان يبتدي الهجمه. لان لا انا مش عاوز ستانلي برضه يبعد عن منطقه الخطر، يعني انا مش عاوز ستانلي ينزل ياخد الكره من وسط الملعب ويجي بيها هيعمل فيها مجهود، هخسر الجانب الهجومي عنده وهستفيد منه بالناحيه الدفاعيه. فانا عندي الناحيه الدفاعيه بكثافه بالثلاثي اللي في وسط الملعب. النقطة الثانية الاستاذ لازم يكون راس حربة تاني في وجود الثلاثي الخلفي بالنسبة لفريق انت بتلعب بثلاثة ورا، فريق وادي دجلة بيلعب بثلاثة ورا، لازم يبقى عندك اثنين على الاقل موجودين في المنطقة، ما تخليش واحد على ثلاثة. هو ده اللي ممكن الحالة الوحيدة اللي نادي الزمالك او كابتن محمد صلاح يغير فيها طريقة اللعب، اللي ممكن تلعب بطارق حامد وابراهيم صلاح في اثنين في نص الملعب، وتلعب معروف يلعب ناحية شمال وستانلي يلعب تحت باسم على طول وشيكابالا يلعب بره، فتلعب 4-2-3-1. انت مش محتاج يعني او يخلي شيكابالا تحت ستانلي وتحت باسم ويلعب 2 سترايكر صراحه ويلعب 2 لانك بتلعب ب3 ورا. لا ممكن يعمل كده في الوقت والكره معاه بالظبط، والكره معاه، بس انت كده ايدت شيكابالا، ايدت في طرف من الاطراف. هو شيكابالا بيحب يلعب ناحيه بص شيكابالا عنده مشكله ان هو مش هيعرف يلعب في قلب الملعب ابدا. يعني شيكابالا مش من نوعيه اللعيبه بالظبط، يعني مش عايز اقول ما بيعرفش، لكن شيكابالا ما بيحبش ان دايما حد يفضل يخبط في كعب رجليه، فدايما تلاقيه هربان على الاطراف، انزل استلم عشان يزق ويجري او عشان يخش لجوه الملعب عشان يعرف يشوط. لكن شيكابالا لو بيستلم بظهره ودايما في ديفندر بيخبط فيه هتلاقيه دايما بعيد عن الماتش، مش هيعرف يعمل ده. فمن سابع المستحيلات ان ومين اللي يعملها في وادي دجله مع شيكابالا؟ اللي يعمل فين؟ مع شيكابالا هو ميدو بيلعب ابراهيم ابو بكر ديارة ومصطفى جلال عشان يعملوا كده. الاثنين بيخبطوا في الملعب، ولو كان عايز يلعب كان هيخرج حد من ابو بكر ديارة ومصطفى جلال ويلعب ابراهيم عبد الخالق لعيب كوره، لكن هو عشان عايز اثنين ديفندرات يخبطوا في قلب الملعب، فعشان كده بيلعب الاثنين دول. فشيكابالا يعني من سبب المستحيلات ان تلاقي ستانلي في الفريق الثاني جنب باسم صريح وشيكابالا بيلعب تحتهم. لا انت ممكن تلاقي معروف يوسف بيلعب بره الملعب ويدخل طارق حامد وابراهيم صلاح اثنين في قلب الملعب ويلعب ستانلي تحت باسم وشيكابالا يلعب بره. رافع السيد بس المرسي اثنين شبه بعض، يعني تحس ان عندهم برضه زي ما الكابتن بيقول بيخبطوا كتير. الكرات الهوائيه والكرات الثابته مين يقدر يستغلها اكتر، الزمالك ولا وادي دجله؟ لا الاثنين، بس لو اتعملت بشكل فيه اتقان. مين المتميز في الكرات الثابته في المباراه الاخيره او فريق وادي دجله يعني؟ بس ما هو عرفه بيشتغل بالضربات الراس بشكل كويس جدا، مميز جدا فيها بالظبط. وحسام عرفات برضه بيعمل العمليه عنده، بيقدر الارتقاء بتاعه فوق وبيلعبها بشكل كويس. بس انت عندك احسن، يعني ستانلي وباسم الاثنين دول عندهم القدره دي. لا يعني عندنا احنا يعني عندنا احنا في الزمالك الاثنين دول مميزين بيها، بس هي مش فكره ان الاثنين دول يعني في الزمالك في مهاجمين مميزين بضربات الراس والكره ما بتوصل لهمش بالظبط. يعني انا لما كنت دايما بقول على احمد جعفر لو هو موجود في الملعب يبقى لازم يتعمل له دي، لان هي دي الميزه الاساسيه اللي موجوده عنده. يعني طبعا هو لعيب كوره بيبقى محطه كويسه وكل حاجه، لكن دي من المميزات بتاعته 90% من بتفرق على ناس كتير طبعا. فيبقى لازم تتعمل، لو ما اتعملتلوش مش هو العيب عنده، ده العيب على اللي ما عملهاش. فانت عندك حسني ومحمد نصر عندهم الامكانيه يعملوا كده، بس لازم اوصلهم صح مع تامين ظهرهم كويس، علشان دايما اللعيب اللي بيلعب بشكل في النواحي في الجانب الدفاعي وهو لما بيزيد في الناحيه الهجوميه دايما بيفكر هيرجع يعمل ايه. فلازم هو يبقى مطمن، يبقى عارف ان لما حسني يبقى عارف لما يطلع يبقى ابراهيم صلاح مأمن مكانه. صحيح. لما محمد ناصف يطلع هيبقى معروف يبقى مأمن مكانه. صحيح. مشاهدينا الكرام نذهب سريعا نشاهد الشوط الاول من هذه المباراه، وادي دجله الزمالك مع الزميل العزيز مؤمن عبد الغفار وتعليق الاحداث الشوط الاول. ابقوا معنا.